السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهاردة آية مصطفى من بيج ليتس كوك ويز يويو. وكعادة البيج بتاعتنا دايما بقدم لكم أكل المطاعم ولكن بإيدينا الحلوة من البيت. أكلتنا النهاردة هي السوبر ستريبس بصوص الباربيكيو، الصوص اللي كلنا بنحبه. وكمان الوجبة دي اللي كنتاكي نزلتها جديد وكلنا بنروح كنتاكي مخصوص علشان ناكلها وبندفع فيها دم قلبنا. هعملها معاكم النهاردة بطريقة مظبوطة بالمسطرة، هتطلع معاكي كريسبي جدا من بره ومستوية 100% وكمان جوسي من جوه. وهعمل معاكم صوص الباربيكيو علشان تبقى كاملة متكاملة زي ما بناكلها في كنتاكي بالظبط. تعالي معايا وانا اقولك ازاي تعمليها بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة ومكونات متاحة في كل بيت. ونقول بسم الله ونبتدي باول حاجة مقادير صوص الباربيكيو. انا عندي كوب من الكاتشب، وعندي 3 معالق كبار من الصويا صوص، و3 معالق كبار من الويسترشاير صوص، وعندي معلقتين كبار من السكر البني، ومعلقة كبيرة من الثوم البودر، والمعلقه الكبيره تبقى ممسوحه. هقول لكم بقى البديل بتاع السكر البني. انا استخدمت هنا سكر ابيض عليه نص معلقه صغيره من العسل الاسود وقلبتهم. اما الويسترشاير صوص فملهوش بديل لانه بيدي لصوص الباربيكيو الدخنه المتعارف عليها. هاتي بقى غويطه وانزلي فيها بالكاتشب وعليها الويسترشاير صوص، وانزلي عليها بالسكر البني، وكمان المعلقه الكبيره ممسوحه من الثوم البودر، و3 معالق من الصويا صوص، ورشه الملح او الملح على حسب ذوقك، وقلبيهم كويس جدا لحد ما المكونات كلها تختلط مع بعض بالشكل ده. ارفعيها على نار متوسطة، وابدأي قلبي فيها لمدة 3 دقايق متواصلة، وما تبطليش تقليب علشان ما تعسولش ولا تحروق ولا كمان تمرر. وبعد 3 دقايق بالظبط اطفي تماما، وبعد كده سيبيه يبرد. وهاتي بقى ازازة الكاتشب والقمع وانزلي فيها بكل صوص الباربيكيو، وبعد كده غطيها وسيبي الغطا مفتوح وسيبيها تبرد تاني تماما، ودخليها التلاجة علشان يمسك قوام زي ما بناكله وبنشتريه من بره بالظبط. هاجي بقى دلوقتي لتتبيلة الفراخ. عندي نص كيلو من الفراخ مغسولة وناشفة وزي الفل، وعندي معلقة كبيرة من الثوم البودر، ومعلقة كبيرة من البصل البودر، ومعلقة كبيرة من بهار الفراخ، ومعلقة كبيرة من الزعتر او الاورجانو، ومعلقة صغيرة من البابريكا، وعندي معلقة صغيرة ممسوحة من الشطة، وعندي الملح والفلفل الاسود حسب الذوق، وعندي 4 معالق كبيرة من التشيلي صوص او الصوص الحار اللي بنلاقيه في السوبر ماركت جنب ازايز الكاتشب. هتجيبي بقى البلانشة، او هتجيبي دلوقتي بقى البولة الغويطة وتنزلي فيها بكل البهار وتقلبيهم كويس جدا جدا لحد ما يختلطوا. ده هيبقى بيز البهار بتاعي لكل الوصفة. هتجيبي بقى البلانشة وتنزلي فيها بالفراخ وتبدأي تقطعيها شرايح طويلة، لا منها رفيعة ولا منها تخينة، يكون سمكها وسط زي ما انت شايفاه دلوقتي. وتخلصي كل الكمية بالطريقة دي وتحطيها بقى في بولة غويطة وتنزلي عليها ب3 معالق كبار بس من البهار اللي احنا خلطناهم سوا، تنزلي عليهم ب4 معالق من الصوص الحار، وتبداي تقلبيهم كويس جدا لحد ما يوصلوا للشكل ده. وبعد كده تحطيهم في طبق وتغطيهم بالبلاستيك راب وتدخليهم التلاجة من 2 ل 24 ساعة على حسب الوقت المتاح ليكي. هاجي دلوقتي لمكونات التوبينج. عندي كوب لكوب ونص من الدقيق، وخليها كوب ونص. وعندي تلت كوب من النشا، ومعلقة كبيرة من الكاري، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وعندي رشة من بودرة الزعفران هيدي لون وطعم حلو جدا للسوبر ستريبس بتاعي. وعندي بواقي البهار اللي خلطتها معاكم اللي قلتلكم هستخدمها في باقي الوصفة. هاتي بقى بولة غويطة وانزلي فيها بكوب ونص من الدقيق وتلت النشا وباقي البهار ومعلقة الكاري ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة بودرة الزعفران، وقلبيهم كويس جدا. وهاتي بولة غويطة فيها مية متلجة وتلج، وهاتي بقى واحدة من الستريبس حطيها في التوبينج وافركيها كويس جدا 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 زي ما انت شايفة، وسقطيها في المية المتلجة ورجعيها تاني على التوبينج وافركيها كويس جدا. وبعد كده طلعيها على طبق تحتيه ورق زبدة وهو شكلها كله. دخليها بقى التلاجة ربع ساعة قبل القلي. هاتي بقى زيت غويط ويكون على نار عالية والزيت يكون سخن جدا، وانزلي فيه بالسوبر ستريبس بتاعتك وابدأي قلبيها من الاتجاهين من وقت للتاني علشان السوا يبقى مظبوط من الجناب. عايزه اوريكم ان لونه قد ايه اصفر وحلو زي ما بنجيبه من بره بالظبط،
والسر هنا هي بودرة الزعفران. خلصي كل الكمية المتاحة ليكي لنفس اليوم، واتمنى ان انت لما تيجي تجربيها وتاكليها وهي سخنة. ولو عايزة تفرزي الباقي طبعا انت بتطلعيه على ورق مناديل مطبخ، ولو عايزة تفرزي الباقي بتفرزيه مستوي وطلعيه قبل القلي بنص ساعة يهدى. دلوقتي انا عملت الطبق زي ما بناكله من بره مع الكولي سلو مع البطاطس. عملته معاكم قبل كده، وصبيت على الفراخ صوص الباربيكيو اللي انا عملته معاكم سوا. وطبعا هنزل لكم برضو في الديسكريبشن بوكس، هنزل لكم طريقه الكريسبي فرايز، وهنزل لكم طريقه الكولي سلو علشان الوجبه تبقى كامله متكامله زي ما بتاكلوها بره في كنتاكي بالظبط. انا كده خلصت وصفتي. كان معاكم آية مصطفى من بيت جيليتس كوك ويز يويو. لو حابين تشوفوا الوصفة بالصور والخطوات وكل التفاصيل ما تنسوش تعملوا لايك للبيج بتاعتنا على الفيسبوك باسم Let's Cook with Yuyu، وكمان ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب باسم آية مصطفى Let's Cook with Yuyu، وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم باقي وصفاتنا. ولو عجبتكم الوصفة دي ما تنسوش تشيروها عشان صحابكم مدمنين الكنتاكي يعرفوا يعملوها بإيديهم الحلوة وبكل سهولة في البيت. باي باي.